ويقتضي إنجاح الإصلاحات الاقتصادية عدم إغفال البعد المؤسساتي لضمان حوكمة رشيدة تدفع في اتجاه تحقيق أهداف الإصلاحات الهيكلية بعيدا عن الشخصنة والاعتبارات الذاتية. وفي هذا الإطار ترى السلطة التنفيذية العيب ما نتكلمش على العيب، الافضل ما نتكلمش على العيب. احترم المجلس. خديته 4 دراج. باهي لا خديته الوقت اللازم باش تتشاوروا. لا مجال لتعطيل اشغال المجلس مهما كانت الاسباب. تفضلوا شدوا بلايصكم. لا تشويش. الكلمة لا كلمة أمرها ولا نقطة نظام تخص على أعمال وكلام. من فضلك شو مش تعاود الحكاية من وجديد. لا ثماش نقطة نظام تقص على كلام ممثل الحكومة. سياد داماني نطلب منك بكل احترام اذا كان باش تواصل بالشكل هذا باش نطلب منك تغادر القاعة. هاني قلت تو انت قاعد تقوم بتشويش العمل متاع المجلس الوطني التأسيسي. الكلمة عند ممثل الحكومة. قسيت عليه الكلمة. أنا نطلب منكم تجلسوا في أماكنكم وتحترموا هذا المجلس. أعطيتكم 20 دقيقة للتشاور. الكلمة تفضل واصل. لا ثم حتى كلمة تقص كلمة. ما ثم حتى كلمة تقص كلمة. لا سمحنا المعذرة. لا الكلمة تفضل سيدي. شكرا. من فضلكم سيد رئيس المجلس أحال لي الكلمة. حتى شيء ما يقص كلمة ممثل الحكومة. حتى شيء. فما تدخل دخلتوا قصيتوه قاعدين تشوشوا. ما كنتش قاعدين تعملوا في حاجة أخرى. استنى يكمل الكلمة متاعه واخو نقطة نظام. تفضل سياد دهماني. جلوسا بارك الله فيكم. خليه سيد يكمل الكلمة متاعه بعد اخذوا نقاط النظام اللي تحبوا عليه. قصيتوا على كلمة الوزير. ما هوش معقول هذه. ما هوش معقول شيء اللي تعملوا فيه. هذا عمل ما هوش معقول.
ماهوش معقول، ماهوش معقول. تفضل السيد الوزير. الكلمة للسيد رضا السيد. ماشي مش ممكن. لا هداو ما فماش نقدموا. لا السيد رضا السيدي كان في وسط الكلمة متاعه، قصيتوا الكلمة عليه بدم. شنو انا لقد صادق المجلس الوطني التأسيسي بالتصويت على المرور إلى إعطاء الكلمة. لا شنو
بالله 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 شوية هدوء، شوية هدوء. سيد رئيس الكتلة الديمقراطية سيد شوية سكات، شوية هدوء. بالله من فضلكم، من فضلكم. فما ماذا بيا تريدوا تسمعوا، ماذا بيا تريدوا وتسمعوا، يهديكم. شنو تريد وتسمع، يهديك. لا ما عندكش حق. لا لا بالله من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم. بالله جلوسا ساعة، جلوسا 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 يهديكم، كل واحد في بلاصته يهديكم. جلوسا جلوسا. جلوسا. تفضلوا تفضلوا. دقيقة دقيقة. نحب نذكر كل الزملاء والزميلات وأن تفضل اقعد اهداوا يهديكم. ما ثماش نقطة نظام، ما ثماش، ما لا مجال لنقطة نظام. اللي وقع هو أن بعد نقاش مستفيض دام ساعتين التجينا إلى التصويت للمرور إلى طرح الموضوع وندخل في صلب الموضوع، وأعطى الكلمة إلى السيد الوزير ممثل الحكومة، وطلب رئيس الكتلة الديمقراطية طلب حصة للتشاور. التشاور تم، ربما دام أكثر من 10 دقائق اللي طلبوها باش نسمعوا للسيد رئيس الكتلة نتيجة هذا التشاور، ونمر مباشرة إلى كلمة السيد الوزير. تفضل سي محمد. شكرا. اولا السيد الرئيس، احنا نعتبره ان خروجنا للتشاور واستعجال الامر بهذه الطريقه وبهذه الدقه غير المعهوده لابتداء الجلسه في غير حضورنا هذا نوع من الاستهانه، وهذا يزيد في تعكير الاجواء ويزيد في تسميم المناخ وضرب الثقه. هذا اولا، هذا امر مستغرب. يعني في كل المرات اللي طلبنا فيها 5 أو 10 دقائق وصارت مناسبات عديده في المجلس لم نكن بهذه الدقه اللامتناهيه. فالمساله كانها فعلا كانها في سياق، كانها الوقت خلال 20 دقيقه، ما فماش دقه. كانها في سياق السعي الى تمرير الامر باي صيغه كانت، وهذا امر مرفوض، وهذا امر يخرب عمل مؤسسات ديمقراطيه. هذا اولا. ثانيا، حينما يتعلق الامر ثانيا حينما يتعلق الامر تفهم 66 متدخل لنفس القضيه، كيفاش شنو الامر اللي باش نمرروه بعجله وباغتنام الفرص؟ شنو الكلام هذا؟ ثانيا سيد الرئيس، ارجو ان لا تقاطعني، ثم كل الكلمه لك فانت الذي يوزعها. ثانيا، حينما يتعلق الامر باخلال شكلي فيز دو فورم، المساله لا تحسم بالتصويت، ثم اخلال شكلي يجب ان يعالج. ماهيش مساله تصويت وماهيش استقواء بوضع انتخابي داخل المجلس، هذه مساله احترام قانون او عدم احترام قانون. المساله الثالثه، اذا كنا نريد هذه العمليه ان تتم وفق اصولها ووفق الاجراءات المتبعه والمحترمه، علينا ان نعيد هذا القرار او هذا الشبه قرار، لانه لا تليق به كلمه قرار في النسخه التي هو فيها الان.
علينا أن نعيدها لرئاسة الجمهورية لاحترام كل الشكليات والإجراءات، وعلينا أيضا أن نستدعي محافظ البنك المركزي للاستماع إليه، ثم أن نمر إلى التصويت. ثم نمر إلى التصويت وما يقرره هذا المجلس الموقر نحن نحترمه ولو كنا أقلية ولو كنا صوتنا بخلاف ذلك. إذا ما لم يتم هذا الأمر فنحن نرفض بكل مبدئية وبكل مسؤولية ودفاعا عن الديمقراطية وتحوطا من إرساء سوابق وسنن سيئة. نحن نقرر إذا لم يتم هذا أن لا نشارك في العملية بأي شكل من الأشكال، وشكرا. اولا سيد رئيس الكتله، الكلام هذا يتقال قبل التصويت، يعني لم تاتي بجديد. الكلام هذا يتقال رفض الامور شكليا واجرائيا، هذا يوقع. لكن رغم ذلك عدينا ساعتين في نقاش وفي تقديم كل هذه الاراء على اختلافها وتنوعها، ما لقيناش حل